السلام عليكم، أنا سعود ماشي، واليوم عندي بحث بقدمه للأستاذ رمزي أبو طيرة عن مادة الأحياء، وبنتكلم فيه عن الفيروسات. بسم الله نبدأ. عندنا الفيروس هو شريط غير حي من مادة وراثية يقع ضمن غلاف من البروتين. نأتي للفئات. عندنا الفئة الأولى وهي أمراض تنتقل عن طريق الجنس، والأمثلة عليها هي الإيد والهيربس. عندنا أمراض الطفولة وهي جدري الماء والحصبة، والأمراض التنفسية هي الزكام والإنفلونزا. عندها أمراض الجلد هي داء المنطقة التناسلية. أمراض القناة الهضمية من ضمنها الالتهاب المعوي. أمراض الجهاز العصبي شلل الأطفال والسعار. أمراض أخرى مثل الجدري والتهاب الكبد الوبائي. عندنا فيروس الغدي، عنده وحدة بروتين، وعنده محفظة الفيروس، وعنده المادة الوراثية، وعنده ليف. عندنا فيروس الإنفلونزا يوجد فيه المادة الوراثية وشوكة ومحفظة الفيروس وغلاف. عندنا آكل البكتيريا يوجد فيه المادة الوراثية ومحفظة الفيروس وذيل وخيط ذيلي. عندنا فيروس تبرقس أوراق نبات التبغ، يوجد فيه المادة الوراثية ومحفظة الفيروس. والآن تركيب الفيروس. تتكون الطبقة الخارجية لهذه الفيروسات كلها من البروتينات، وتسمى محفظة الفيروس. يوجد داخلها المادة الوراثية التي يمكن أن تكون DNA أو RNA، لا كليهما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.